السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في فيديو النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نطلع فيديو شفاف من بلندر، وطبعا هنستعين بالافتر افكتس في الجزئيه دي، وباذن الله هيكون الفيديو بسيط وما فيهوش اي حاجه غريبه. فبلاش كلام كتير ويلا بينا نبدا. مبدئيا هتفتح بروجكت الانيميشن الجميل بتاعك على بلندر، وهنبدا نظبط شويه اعدادات بحيث نقدر نطلعه كفيديو شفاف. اول حاجه هنخش على الريندر وهننزل تحت عند كلمه فيلم، وهنتاكد ان احنا محددين على ترانسبيرنت هنا، ونفس الاعداد بالمناسبه موجود برده في سايكلز. هتبدا تنزل تحت وهتلاقي فيلم وبعدها ترانسبيرنت هنا بالمنظر ده. خلينا بقى نرجع لايفي ونبدا نخش على الاوتبوت. طبعا ممكن تسيب الريزولوشن على 200% زي ما انا كنت عامل الفيديو اللي فات، وده هيطلع لنا الفيديو في الاخر بضعف الريزولوشن اللي هنا، وساعتها النويز هتبقى اقل بكتير من لو خليناها على 100%. انا هخليها 100% عشان الشرح والفيديو ما ياخدش وقت طويل في الريندر. هنبدا ننزل تحت عند الاوتبوت وهنبدا نختار PNG من هنا، وهنتاكد ان احنا محددين الRGBA بحيث يرندر الالوان وفي نفس الوقت الخلفيه تطلع شفافه. وبعد كده هنختار المكان اللي احنا عايزين نرندر فيه الانيميشن بتاعنا. خلينا مثلا نرندره على الديسكتوب حاليا. نبدا نعمل نيو فولدر ونسميه ترانسبيرنت تويتر انيميشن. حلو، نضغط دبل كليك اكسبت. تمام. بعد كده هنبدا نعدل اخر جزئيه وهنكتب مثلا تويتر بحيث الصور اللي تطلع كلها تبقى باسم تويتر. لو ما فهمتش هتستوعب اكتر لما نيجي نرندر باذن الله. هتبدا تخش على ريندر وبعد كده ريندر انيميشن، وهرجع لكم بعد ما يرندر باذن الله. تمام كده الفيديو رندر. خلينا بقى نخش على الفولدر اللي اتفقنا عليه اللي موجود فيه الانيميشن، وهنلاحظ حاجتين. اول حاجه انه مكتوب عليه اسم تويتر زي ما احنا حددنا قبل كده، بس مش دي الحاجه الغريبه. الحاجه الغريبه ان الفيديو ترندر على هيئه صور مش فيديو، وهي دي الفكره. عشان بلندر اصلا ما فيهوش الخاصيه انه يطلع لك فيديو شفاف، ولكن الخاصيه دي موجوده فين؟ مش محتاجة حاجة يعني. خلينا بقى نفتح الافتر افكتس ونعمل كومبوزيشن جديد هنسميه مثلا تويتر انيميشن، وهنخليه بالريزولوشن اللي احنا عايزينه. هنخليه 1080p مثلا، والفيديو بتاعنا كان 30 فريم بالمنظر ده، وكان تقريبا 5 ثواني على ما يهيالي. مش مشكله، ممكن نغيرها بعد كده لو ما كانتش كافيه. اوكي، نبدا بقى نضغط دبل كليك. وبالمناسبه ده اخر بروجكت كنت عامله. هتلاقوا ان شاء الله رابط البورتفوليو بتاعي تحت في الديسكربشن اللي حابب يتفرج عليه، ولو حابين نشرح اتعمل ازاي ممكن نبقى نعمله فيديو منفصل باذن الله. خلينا بقى نرجع للديسكتوب، نخش على الصور بتاعتنا، هنحدد اول واحده فيهم وبعد كده نعلم على PNG سيكونس ونقول له امبورت. هيطلع لنا الفيديو بالمنظر ده. نبدا نشغل زي الفل. طيب وارد جدا انك تكون مرندره على 60 فريم. خلينا نجيب مثلا فيديو انا كنت مرندره على 60 فريم، كان هنا تقريبا. هنعمل نفس الحكايه، نحدد اول واحد، والبي ان جي سيكونس هي خلاص بقى بيتعلم عليها اوتوماتيك. ما تنساش تبقى تشيلها بعد كده لما تيجي تحدد صوره عاديه. نضغط على امبورت وهنبدا نشيل الاخ ده ونحط الانيميشن التاني 60 فريم. او اقول لك على حاجه، بلاش نجيبه تويتر عشان بس نقدر نفرق ما بين الفيديوهات. هجيب بتاع انستجرام مثلا بي ان جي سيكونس. تمام، امبورت. تمام. هنبدا نمسح القديم ونحط فيديو الانستجرام. فهنلاحظ حاجتين. اول حاجه ان الفيديو كبير، يعني ده مش حجمه الطبيعي، الفيديو اكبر بكتير من الفريم بتاعنا. فخلينا نضغط على السهم اللي هنا ده كده ونقلل السكيل لحد 50%. ده طبعا عشان انا كنت معلي الريزولوشن ل 200% في الجزئيه اللي اتكلمنا عليها هنا. وتاني حاجه هنلاحظها لما نشغل الفيديو، برغم اني مرندره اصلا من بلندر على 60 فريم فهو شغال هنا على 30 فريم بس، وبالتالي سرعته قلت للنص. فهنعمل حركه ظريفه جدا. هنضغط كليك يمين هنا ونختار تايم ونقول له تايم ستريتش، وهنقلل ال 100% دي ل 50% بحيث ان هو يشتغل بضعف السرعه. هنبدا نشغل، هنلاقيه شغال بسرعته الطبيعيه، ولكن لازال برضه شغال ب 30 فريم، يعني في فريمات اتاكلت في النص. ده بكل بساطه عشان محتاجين نرجع للكومبوزيشن هنا ونخليه 60 فريم. انتر. تمام كده اشتغل على 60 فريم وزي الفل. تمام جدا. خلينا بقى نرجع كل حاجه لاصلها ونجيب الانيميشن بتاع تويتر اللي احنا كنا عاملينه اصلا ونبدا نطلعه كفيديو شفاف. هنبدا نخش على كومبوزيشن ونضغط على اد تو ريندر كيو، ونيجي عند الاوتبوت موديول هنخش على لوسلس، والفورمات هنخليها كويك تايم، والشانلز هنخليها RGB بلس الفا، والفورمات اوبشنز هنخليها على انيميشن زي ما هي. وبعد كده نضغط اوكي ونيجي هنا نختار المكان اللي هنحفظ فيه الفيديو. انا طبعا هحفظه على الديسكتوب، وهنضغط على سيف. بعد كده ريندر، والفيديو هيترندر معانا بالشكل ده. عشان نتاكد ان الفيديو شفاف خلينا بقى نشغل البريمير. خلينا نجيب اي فيديو من اللي انا صورتهم قبل كده، فيديو 3D انيميشن مثلا. نرجع بقى نجيب الفيديو بتاعنا ديسكتوب، نجيب الفيديو الشفاف الجميل، نبدا نحطه هنا. لا بس نعمل زوم عشان الدنيا توضح اكتر. نشغل، والفيديو تمام وزي الفل. هو اتاكل في النص هنا. كويس برضو ان الحته دي ظهرت معانا، عشان بعد كده قبل ما نرندر نخش على الكومبوزيشن ونقفل السلايدر ده لحد اخر الفيديو بتاعنا بحيث ما يرندرش الحته الفاضيه اللي في الاخر. وبعد كده لما ترندر هيطلع معاك الفيديو مقفل بالظبط على الحته دي باذن الله. وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه مقطعنا النهارده. اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه، وما تنسوناش من دعمكم باللايك والكومنتات الجميله اللي بتكتبوها. ولو حد عنده اي فكره او اي حاجه حابين ان احنا نشرحها بعد كده يكتب لنا تحت في الكومنتات. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.